الشوكليت فudge بتاعتنا معانا نص كوباية من الحليب المكثف المحلى، مكعبين كبار ل3 من الزبدة، 300 جرام من الشوكولاتة بالحليب. كل المكونات دي بقى في الميكرويف 50 ثانية ب50 ثانية لحد ما تدوب معايا كده. أول 30 ثانية لازم نطلعها ونقلب بالشكل ده كده، ونرجع نحطها تاني 30 ثانية تاني، ونطلع نقلب لحد ما نحس ان خلاص القوام بقى دايب معايا وكل المكونات دابت وتجانست. دلوقتي الشوكولاتة بتاعتي ساحت معايا، ولكن لسه في قطع صغيرة كده انا مش عايزاها تدوب تماما. انا عايزة القطع دي عشان تديني قرمشة مع الفudge بتبقى خطيرة. يا اما نحط مكسرات ودي حرية شخصية، لو حابين نحط مكسرات مفيش مشكلة، لو حابين القطع الصغيرة من الشوكولاتة كمان مفيش مشكلة. دلوقتي قالب حطيت فيه كيس تلاجة، اسهل حاجة، اسهل من البلاستيك راب. هنزل بالشوكولاتة الفudge بتاعتي الخطيرة دي. عايزة اقول لكم ممكن نعمل نفس المقادير، ولكن بدل الشوكولات الدارك تكون شوكولاتة بيضة، كمان بتبقى طعمها حلو قوي، خطيرة بجد. ولكن مهم جدا نسيبها في التلاجة شوية حلوين، سوري في الفريزر شوية حلوين، ما يقلوش عن ال6 ساعات. ويا ريت نعملها مثلا من بالليل ونسيبها تبات. دلوقتي بقى انا اغطي السطح بتاعها بكمان كيس تلاجة واحطها في الفريزر. دلوقتي بقى الفudge بتاعنا بقى جاهز معايا. انا بس القديمة طبعا اتاكلت بدون اي ضمير ولا اي حاجه خالص، فعملت واحده تانية وحطيتها في قالب اصغر، او عملت نص الكميه يعني بالاحرى يعني. دلوقتي بقى شايفين قد ايه تحفه جدا. نقطع بقى مع بعض، شايفين بجد تحفه جدا. وطعمها بقى طعم الحليب المكثف المحلى والزبده والشوكولاته. ومهم جدا يكون نوع شوكولاته كويس علشان يديني طعم حلو للفudge بتاعي. طبعا التقطيع اللي احنا حابينها والحجم اللي احنا حابينه. نقطع بقى كده مكعبات صغيرة، شكله وطعم تحفة جدا. وانا بصراحة مش مهم خالص الشكل، المهم الطعم عندي خطير. هقطع كل الكمية اللي معايا وكده. بقى مكعبات الشوكولاتة بتاعتي بقت جاهزة معايا، شايفين بجد تحفة جدا، شايفين بجد جميلة قوي قوي قوي، طعمها حلو قوي. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفة تعجبه ياريت يسيب لي رأيه في كومنت، واللي أول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يعمل لايك. سلام.